ضرب وطرد زوجة مرتضى منصور الثانية من نادي الزمالك بتعليمات من ابنه. إليكم التفاصيل، ولكن في البداية صلي على الحبيب محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل خناقة زوجة مرتضى منصور الثانية مع مجموعة من عضوات نادي الزمالك في صباح اليوم. قال المصدر: أثناء تواجد زوجة مرتضى منصور الثانية في نادي الزمالك، حيث كانت تجلس وتتناول وجبة الإفطار بمفردها، توجه إليها بعض عضوات نادي الزمالك وسألوها عن سبب دخولها النادي. ردت عليهم وقالت لهم: أنا زوجة مرتضى منصور، أدخل النادي في الوقت اللي يعجبني. وهذا الرد أثار غضب عضوات نادي الزمالك، فقاموا بسبها هي وزوجها مرتضى منصور، وتطورت الأمور بينهما حتى وصلت للتشابك بالأيدي، وانهالوا عليها بالضرب حتى تدخل بعض أفراد الأمن وفضوا الاشتباك. وفي هذه اللحظة جاءت تعليمات لأفراد الأمن من أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بطرد زوجة مرتضى منصور الثانية خارج أسوار النادي، وبالفعل قاموا أفراد الأمن بطردها خارج الأبواب. وأثناء خروجها معهم وجهت سيل من الشتائم على أمير مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور، وقالت: أنا مش هسيب حقي، وأنا عارفة إنك يا أمير ورا كل اللي حصل ده أنت وأحمد مرتضى، بس كلها أيام وجوزي يخرج وأخليه يرميكم كلكم برا النادي. إلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.